السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التاريخ اليوم الجمعة 10/2/2023. هذه معصرة على طريق أسفي، يعني بين مدينة أسفي ودار القيد السعيسة. يعني تخرج من أسفي تقريبا حوالي 10 كيلو. وانتهى موسم الطحن الآن، انتهى موسم طحن زيت الزيتون، لكن الطحن بالطريقة التقليدية، هذه الرحى. لكن بدل ما يدور الرحى هذه الجمل أو الله يكرمكم البغل أو دابة، فيستعملون المحرك الكهربائي هو اللي يدور الرحى. فاللي تغير في طريقة الطحن تغيرت فقط الدابة، يعني هي اللي تمت إزالتها وتعويضها بالكهرب. وكذلك اللي تغير في طريقة الطحن تغيرت طريقة العصر. نعم، تغيرت طريقة العصر. قبل كان العصر يدوي أو الكبس يدوي، الآن لا، صار الكبس عن طريق الجهاز الكهربائي هذا. نعم، أنا أتيت متأخر إلى المعصرة وانتهى موسم الطحن. وطريقة الطحن في المنطقة هذه وفي عموم تقريبا المغرب، أنك إن ما كنت تريد شراء زيت زيتون من صاحب المعصرة أو صاحب المطحن، فإنك تذهب إلى السوق ثم تشتري الزيتون حب، وتأتي به إلى المطحنة ويتم وضعه في الميزان، ثم بعد ذلك يطحن لك بسعر الكيلو. نعم، وأقل كمية تقريبا يطحن هي 100 كيلو. هذه كذلك رحى. نعم، وهذه البراميل 5 لترات، وفي براميل لتر، وفي براميل نصف لتر صغيرة. وإذا عندك مثلا شيء بسيط من الزيتون، مثلا معك 50 كيلو، ما يطحنها لك، فالحل هنا أنك تأتي بها ثم تبيعها لصاحب المطحن ويبيعك زيت جاهز، ويصير بينكم أحد يدفع الفرق. نعم. الزيتون في المنطقة هذه هو نوعين. نوع يسمى عندنا بالمغرب البور، وهو اللي يسمى في بعض الدول العربية يسمى البعلي، الذي يعتمد على الأمطار. وكذلك نوع يعتمد على الري أو السقي، الأمطار. نعم، هذه الطريق تقريبا المتوجه إلى مدينة أسفي، وأسفي تبعد حوالي 10 كيلو. الاتجاه هذا حوالي 10 كيلو. الاتجاه الثاني هذا الطريق إلى مدينة الدار البيضاء والجديدة وغيرها، حوالي تقريبا 14 كيلو. أقرب مركز اللي هو دار القيد السعيسة. نعم، وهذه كذلك أربعاء الولاد، قريبة من المطحن. نعم، وفيه هذا رقم تليفون صاحب المطحنة لمن أراد أن يتواصل معه أو يسأله مثلا أو يأخذ منه معلومات. محمد، هذا رقم عندك فيه واتساب؟ لا. هذا الرقم لكن لا يوجد فيه واتساب. معصرة الزيتون محمد اللطيف، وهو من إخواننا الأمازيغ الطيبين، الله يجزاهم خير، وتعامله مرة راقي وطيب ولله الحمد. نعم، انتهى المقطع هذا، وأنا أراكم على خير بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.